ثورة جماهيرية تجبر مولودية الجزائر على تغيير قميصها في النهائي. تراجع نادي مولودية الجزائر رسميا عن ارتداء القميص الجديد في نهائي كأس الجزائر أمام شباب الوزداد الجمعة المقبل. وخلال الاجتماع التقني بمقر الفاف للتأكد من رفع مولودية الجزائر وشباب الوزداد للتحفظات المسجلة على قميص كل واحد منهما، اختارت إدارة العميد اغتنام الفرصة للتراجع عن ارتداء القميص الجديد المقترح من بوما، شركة الألباس الرياضية المتعاقدة مع النادي، والذي أثار جدلا كبيرا واستياء غير مسبوق من جماهير العميد بسبب الألوان التي لا علاقة لها بألوان العميد الحقيقية. وعرض نادي مولودية الجزائر اليوم قميصا مغاير، وهو القميص الأخضر التقليدي لامتصاص غضب الجماهير، ليكون ذلك اعترافا ضمنيا من الإدارة بأنها أخطأت التقدير في قبول ذلك القميص من بوما.